السمك معاكي بأحسن تتبيلة بأحسن حشوة. ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض السمك المقلي، ونعرف أسرار التوابل بتاعة السمك المقلي إزاي نعملها في البيت، ما نشتريهاش جاهزة، نعملها عندنا في البيت. صلوا على رسول الله. بسم الله. أول حاجة، توابل السمك المقلي عبارة عن معلقة كبيرة كزبرة، بابريكا، كمون، كركم، توم باودر، فلفل، حبهان، زنجبيل، قرفة، كاري، شطة. دي التوابل اللي انت بتجيبها من عند العطار اللي بتقولوا عايزة توابل سمك، هي دي توابل السمك. وهنكتبها مع بعض، هسيبها لكم تحت الفيديو ان شاء الله. بتحط المكونات دي كلها على بعضها، هنقولها تاني: معلقة كبيرة كزبرة، معلقة بابريكا، كمون، كركم، كاري، توم باودر، فلفل، حبهان، زنجبيل، قرفة، شطة. هتجيبي من عند العطار من كل نوع ب5 جنيه، وتلخبطيهم على بعض زي دي كده. تلخبطي كل الأنواع دي مع بعضها. هتحطي بقى التتبيلة ديت كده، التوابل اللي احنا قلنا عليها، وتحطي عليها التوم. هناخد نص التوم ده عشان هنعوز الباقي. وهتحطي الخل برضو، هنخلي حبة هنعوزهم برضو، والملح. والليمون. ده مش هيترمى، ده هنعوزه دلوقتي، هنعرف هنعوزه في ايه. حاولي تكتري الليمون شوية. التوابل دي تعملها في البيت على ايدك، انضف وارخص. هتجيبي من كل نوع ب5 جنيه وتلخبطيه كل ده على بعضه، هيديكي كمية كبيرة هتستخدميها أكتر من مرة. يبقى عندك التوابل جاهزة في البيت. أما بتروحي للعطار بتقول عايزة توابل سمك، هي دي اللي بيديها، تبقى مخلوطة كده كلها على بعضها. ألخبط كده التوابل كلها كده على بعضها. هنديها بس شوية مية صغيرين كده. ده التوابل اهي، التتبيلة بتاعت السمك اللي احنا هنتبل بيها السمك. صلوا على رسول الله. بصوا بقى السمك ده يا حبايبي، لازم يتغسل كويس ويتفتح من هنا كده، الفتحتين دول. ولازم من هنا تبقى السلسلة دي باينة، بتبقى في جلدة من جوه هنا جامدة كده، لازم تقصيها بالمقص والسلسلة كده تبقى باينة معاك عشان تنضفيها بالشكل ده. هنبدأ بقى نسمي بسم الله كده، نتبل السمك. دخليه في الفتحات اللي انت عاملاها ديت، الفتحات دي. دخل بقى التتبيلة كويس. ومن جوه كده بالشكل ده. كده بقت معاك التتبيلة كده بالشكل ده. اهي. ماشي. وهنا برضو السلسلة باينة اهي. اتأكدي ان السلسلة باينة. من جوه يعني التتبيلة متبقاش كتيرة من جوه، لأن احنا لسه هنعمل حشوة. لسه هنعمل حشوة. اهي. حط في الفتحات ديت كده. هنعمل مع بعض حشوة جميلة جدا، بتبقى طعمها جميل في السمك. الكمية بقى ديت عشان انا لسه عندي سمك تاني. والطبق ده هنعوزه، ما تغسلوش بعد ما تخلصي التتبيلة. ما تغسلوش، هنعوزه، هتعرفوا دلوقتي احنا هنعوزه في ايه. يبقى احنا دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ احنا بقى دلوقتي هنعمل تتبيلة السمك. هنعمل سوا تتبيلة السمك. نخلي ده كده على جنب. بقى عبارة عن ايه معانا اهي. صلوا على رسول الله. حط الجزر. الجزر طلع كتير، هنحوش منه بس شوية كده. بصلة ناعمة خالص.
خضرة، فلفل أخضر، والثوم اللي فاضل معانا، والملح، وبقية الخل، والتوابل اللي احنا متبلين بيها السمك من بره هنحط منها برضو معلقتين. واحنا بنخبط ده كله بقى مع بعض كويس خالص. هي دي هتبقى الحشوة بتاعت السمك. ومعانا برضو هنا نص ليمونة اهي. دي بقى أجمل حشوة للسمك ممكن تعمليها وتدوقيها في السمك، بتبقى جميلة جدا في السمك. هي المفروض تتساب شوية كده عشان تدبل، بس الخضار بتاعها يدبل شوية. المفروض إن احنا نسيبها شوية عشان الخضار يدبل شوية. القشر ده مش هيترمى على العنوز، بنعرف برضه على العنوز ليه. هنحشي بقى السمك. نحشي السمك بقى بالخلطة الجميلة ديت بالشكل ده. هو المفروض السمك قبل ما يتقلى يتساب حوالي مثلا ساعة. أجمل حشوة للسمك ممكن تدوقيها في طعم السمك، بتبقى جميلة. هنعمل بقى ايه؟ هنستعد بقى ان السمك نقليه. حضر بقى الدقيق بتاع السمك. الدقيق عليه 3 معالق نشا، وعليه برضو معلقة من التوابل بتاعتنا. يبقى هنحتاج الدقيق مع 3 معالق نشا مع معلقتين من التوابل اللي احنا عاملينها. ده الطبق اللي احنا قلنا هنعوزه. هنحط فيه حوالي كوبايتين مية باردة تكون من التلاجة. كوبايتين مية باردة. نقلبها كويس كده. ناخد التوابل اللي هي الزيادة كلها دي ننزلها في الخطوة دي مهمة جدا، بتخلي الزيت يطلع نضيف معاك. ولما نقلع هنوريكم الزيت شكله ايه. حتى لو قليت كمية كبيرة من السمك الزيت بيبقى نضيف ولا محروق، ولا تحبي تغيري السمك في وسط القليان. دي مية باردة. صلوا على رسول الله. هنمسك بقى السمكة كده، نحطها في الدقيق كويس. السمعة بالله دقيق كويس خالص كده. نكون مولعين على الزيت. الزيت يسخن، يبقى درجة حرارته عالية، بس لما نيجي نحط نوطي النار شوية. هنطلعها من هنا كده، ننفض الدقيق كده ونحطها في المية وعلى الزيت. على الزيت على طول، يكون الزيت سخن. يكون بالله كده. ممكن كمان نقص كمان دقيق مرة كمان، يعني بعد ما نطلعها من المية نحطها في الدقيق هنا كمان مرة، تدي طبقة حلوة عليها. اهو كمان مرة اهو. وعلى الزيت بقى على طول. وهنوريكم الزيت هيبقى ازاي نضيف. يا حبايبي اتقلى وخلاص. وانا كنت بقول لكم ما نرميش قشر الليمون عشان كنت بحط قشر الليمون معاه وهو بيتقلى. شوفوا الزيت بتاعه طالع نضيف ازاي. السمك معاك بأحسن تتبيلة، بأحسن حشوة، بالرز كمان. معلش احنا الرز عملته لوحدي. ان شاء الله الفيديو الجاي ازاي نعمل رز السمك، وهنعرف احنا حشنا شوية البشر الجزر ليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.